مساء الخير لكل مين عم يسمعنا وعم يتابعنا عبر صفحة الإذاعة بوير اف ام وراديو بوير. انتوا على عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا، معكم من وراء الميكروفون عماد خلف، زملائي بالكنترول شيرين ومروان. برنامج صحتك بالدنيا ضيفتنا بالاستديو الاستشارية والإخصائية. خلينا نعرف الضيفة. ميسم الحصرية، استشارية نفسية وتربوية. اسمحوا لي رحب بضيفتنا لحتى نبدأ لقائنا. مساء الخير. مساء الخير ومساء العافية، الحمد لله على سلامتكم جميع. طبعا كل الرحمة للأشخاص اللي راحت نتيجة الزلزال اللي صار، وكل البقاء وكل الحب للناس اللي ظلت على قيد الحياة. شكرا لك الإخصائية ميسم الحصرية على الإحساس النابع من القلب. أكيد مستمعينا، أكيد عنوان حلقتنا واضح، أكيد راح يكون وصار ظاهر بالعيان بالنسبة لكم. هو راح نحكي اليوم عن آثار الصدمات للأطفال عامة. موضوع مهم كتير وآني، الكل عم يعاني منه، سواء كان نحن أو البلد المجاور. كثير من المحاور المهمة بتمنى من أي حدا هلأ عم يسمعنا يشاركنا أو يشارك رابط الحلقة لحتى أصدقائه كمان يستفيدوا من هاللقاء والمعلومات القيمة، معلومات الإخصائية ميسم الحصرية، استشارية نفسية تربوية. لنحكي عن بداية كمدخل لموضوعنا آثار الصدمات للأطفال عامة. هلأ آثار الصدمات، نحن كتير بنعرف إنه الصدمات مو هي ممكن تظهر آثارها بمجرد صارت الصدمة. كتير منيح لازم نعرف إنه في آثار بتكون جديدة، يعني بتكون بتظهر بشكل مباشر، وأحيان تانية ممكن تظهر فيما بعد. رح نلاحظ إنه هلأ أغلب الناس عم بيسلط الضوء إنه ابني وضعه منيح، ابني خايف، ابني عم بينام، ابني عم يحكي بالقصة. بدنا كتير نعرف أو نكون حذرين إنه في أحيانا بعض الآثار بتكون مخفية، أو بيكون الطفل محتفظ فيها لنفسه، فيما بعد ممكن إنها تظهر. ولكن بدنا نقول من الآثار اللي ممكن تظهر عند الطفل الخوف، القلق. نحن بنقول عنها الإيكوليليا أو الحبسة الكلامية. في بعض الأطفال بصير عندهم حبسة كلامية، سواء كانت حبسة كلامية بشكل عام إنه هن ما بيحكوا، أو هن ما بيحكوا عن هذا الموضوع بشكل عام. أما إذا بدنا نحكي عن آثار غير مباشرة، فنحن عنا مد طويل. في عنا مثلا ممكن تكون حالات التذكر، التبول اللا إرادي الليلي. وكتير خليني هون ضوي على نقطة كتير مهمة. هذا ما بيكون بس للأطفال بالطفولة المبكرة، ممكن أيضا يتجاوز معنا للأطفال بالطفولة المتأخرة وللشباب لكل المراحل فيما بعد. يعني الإخصائية، شو بنعني بالطفولة المبكرة أو الطفولة هل للمستمعين؟ تماما. هلأ الطفولة المبكرة هي الطفولة اللي ببلش فيها الطفل من عمر الأشهر لعمر 3 سنين. نحن ليش بنقول عنها طفولة مبكرة؟ لأنه نحن بنقول عنها هي الحجر الأساس للتأسيس النفسي للطفل أو النمو النفسي للطفل. زائد أنه بيكون في عنا نحن نمو عصبي. يعني احنا بنقول عن هي الفترة انه هي فترة حساسة، لانه بيكون ايضا الجهاز العصبي بعده ما اكتمل. بيكون في عنا حالة من التخزين بمنطقة بروكا بالدماغ أو بالجهاز العصبي، وبتكون فرينك عم تستعد للإطلاق بالطفولة المتأخرة. الطفولة المتأخرة بتبلش من عمر 3 سنين لعمر 9 سنين. هذا العمر اللي نحن بنقول عنه انه بلش الطفل يطالع اشياء مختزنة. لهيك وقت بنروح عند اي اختصاصي نفسي بيقول خلينا نكون حذرين انه قبل 3 سنين ما نطلق احكام ممكن تكون ظالمة للطفل بسلوكه، او خلينا نقول بردات فعله، بتصرفاته. حابب ذكر مستمعينا اي حدا حابب ينضم لنا او تأغنوا لقائنا باسئلتكم، فيكم تشيلوا السماعه وتتصلوا عبر الرقم الارضي 429 101 او عبر رساله عبر الواتساب 093 82 80 81 4 برساله عبر كومنت على صفحتي الاذاعه راديو بوير وبوير عربي. رح نجاوب على اسئلتكم اكيد بنهايه الحلقه. ضيفتنا الاخصائيه ميسم الحصريه، الاستشاريه النفسيه والتربويه.
هل من تأثير خاص على أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة كونكم انتم يعني هذا ضمن مجال اختصاصكم بحت يعني؟ تماما. هلا نحن بنقول التأثير هو تأثير مشترك، ولكن بيكون بطريقة تفريغية مختلفة عن طفل ذوي الاحتياجات الخاصة. يعني مثلا خلينا نقول طفل التوحد. طفل التوحد ممكن يكون صامت، ما يحكي، ما يعرف يعبر عن مشاعره، ما يعرف يقول شو حس، يكون مجرد يتهيأ للأهل إنه هو عم بيعيش حياته الطبيعية بشكل طبيعي، ولكن بيكون في أثر نفسي مأثر عليه. كيف نحن بدنا نعرفه إنه هو متأثر؟ منلاحظ إنه هو بيستيقظ لساعات متأخرة بالليل. يعني مثل ما نحن بنقول بالعامية ما بيجي نوم، هي حالة القلق. منلاحظ إنه هذا الطفل صارت الحركات النمطية أو الحركات التكرارية بتزيد عنده. يعني بتزيد عنده تواترها، سرعتها، مرات تكرارها إلى آخره. ممكن نلاحظ عند بعض الأطفال تكرار مقاطع صوتية غير مفهومة، نحن بنقول عنها كاختصاصيين هي شرذمات كلامية. فهي من الدلالات اللي بتكون موجودة عند طفل ذوي الاحتياجات الخاصة. بس لاحظنا إنه هي صارت عنده، معناتها نحن لازم نحاول نحاوره. تماما. هلا كيف بدنا نخفف من آثار أو يعني الطرق تخفيف الآثار؟ هلأ الطرق كتير ممكن تكون حساسة. أول طريقة أنا بقول الحوار، ثم الحوار، ثم الحوار. كيف يعني الحوار؟ رح نقعد نحكي لهم هذا الشي من شو صار، كيف صار. نحاول نوصل هاي المعلومات بطريقة مفهومة بسيطة، ممكن عقل الطفل يتحمل إنه يفسرها أو يتخيلها. صح. نحاول نقول لهم إنه هي خلصت. نحاول إنه ما نعرضهم لأنه يرجعوا ويسمعوا بهي القصص أكتر من مرة. دائما نحن شايفين السوشيال ميديا صاير غني بالحالات، بالفيديوهات المؤثرة إلى آخره. خلينا نستثمر الشيء اللي صار معنا مع أطفالنا بشكل إيجابي. نحن أخذناها أو أكلنا الصدمة عن كبر، ما كنا متوقعين إنه تصير وصارت، ولكن خلينا ناخذها بشكل إيجابي. يوما ما لا سمح الله إذا تكررت عند أطفالنا ممكن يكونوا قادرين إنه هن يحموا نفسهم. تماما. يعني عطول نعطيهم الجوانب الإيجابية، يتداركوا الموقف يعني. تماما. نحاول نحكي لهم القصة تكون نهايتها إيجابية وممتعة وليست مؤلمة. هي من الطرق اللي نحن بدنا نقول عنها طرق حوارية. أما الطرق الثانية فهي إنه أنا حاول إني اسمعون انتوا شو حسيتوا، خفتوا، اسألون. يعني شيل هي الأفكار اللي هي ضلينا مثل ما قلنا بحالة احتفاظ لا شعوري فيها. حاول إني فرغها، لأنه نحن بنعرف وقت اللي بتتفرغ فهي بتصير أسهل كامتصاص عند هذا الطفل. حلو كتير يعني حقيقة. طيب هلا المستمع عم يسأل وعم يسمعنا، طيب شو هن الأعراض اللي عم يظهر أو الدلالات إذا صح التعبير على الطفل لحتى نعرف إنه هذا الطفل عنده تخزين أو عنده مثل ما قلتي تفضلتي حبس لهالحالات أو خلينا نسميها شغلات سلبية. تماما. للأمانة شكرا كتير، لأنه سؤال فعلا مهم وكتير عم ينطرح. أنا اليوم بدي أشوف طفلي بحالة شرود، هي ما كانت عنده أبدا، معناتها هو عم بيحاول يحلل أو يعالج شيء معين موجود. وبدي أشوف طفلي عم بفيق أكتر من مرة بالليل. لما بدي أشوف طفلي صار عنده تبول لا إرادي. لما بدي أشوف طفلي عم تجي نوبات غضب غير مبررة. لما بدي أشوف طفلي مثلا عم بيحاول إنه يفرغ بطريقة اللعب. كتير أنا عم لاحظ الأطفال اللي بيكونوا موجودين بالشارع عم بيحاولوا مثلا الأطفال اللي ألف الحمد لله على سلامتهم طبعا، اللي طلعوا من تحت الأنقاض أو اللي طلعوا من بيوتهم. كتير لاحظنا إنه صاروا يطبقوا الحجار في فوق بعض، إنه هن بدهم يعملوا بيت. فأنا ممكن استشف أحيانا من الرسومات. علم خلينا نقول تشخيص الطفل عن طريق الرسم، هذا الشيء كتير مهم. خليني أعطيه ورقة وقلم وشوف هو شو ممكن يرسم. ممكن يطلع جانب
أو ممكن تطلع زاوية فكرية نحن مو شايفينها. صح. فهي الأعراض ممكن تكون أعراض مباشرة من قلق، من خوف، من استيقاظ ليلي مثل ما ذكرنا، من تبول لا إرادي، أحيانا حبسة كلامية إنه هو ما يحكي، وأحيانا وهذا الموضوع الأخطر بيكون شيء غير مباشر، يعني بيظهر بعد 3 أو 4 شهور. لا إمتى من المفروض إنه الأهل يزوروا استشاري أو أخصائي نفسي مختص بهالموضوع هذا؟ هلا أنا بقول بمجرد شفت طفلي تجاوز 15 يوم وبعد نحن عنا هي الأعراض اللي ذكرناها، فأنا بفضل إنه يشوف استشاري نفسي. خليني نوه على نقطة، إنه نحن نزور استشاري نفسي هذا أبدا ما بيعني إنه عنا مشكلة نفسية، وحتى لو كان عنا مشكلة نفسية بظل الظروف اللي صارت معنا، كورونا، حرب، وبعد الحرب زلزال، يعني بعدنا معرضين انه يكون في عنا مشكلة نفسية. ولكن نحن في عنا تركيبة، هي تركيبة الغدد اللي نحن ما فينا عم نقدر نفهمها، يعني الغدد الصم أو الغدة الدرقية أو إلى آخره. تماما مثل ما كنا عم نحكي تحت الهواء، هي مثل الكاسة المشعورة. بالضبط. ممكن ما يطلع منها المي بشكل ظاهر، ولكن ممكن تسرب بعض المي. فالغدد رح تضل عم تعطي هرمونات معينة عم تتحكم بشعورنا أو عم تتحكم بنفسيتنا بشكل غير مباشر. فأنا بقول أي حدا حس إنه الحدث أثر بابنه عن طريق الأعراض اللي ذكرناها قبل شوي ولا أكثر من 15 يوم، فيفضل إنه يشوف استشاري نفسي. أكيد رح نحكي عن هيك الزاوية، النقطة اللي من شوي حكيتي إنه خطر على بالي، إنه شو ننصح الآباء والأمهات لحتى يعني بعدوا أولادهم على السوشيال ميديا والأمور هاي أكيد رح نتطرق لها. لكن اللي الناس اللي شافوا أو جرى معهم الحدث هذا، حدث الزلزال اللي ربما قد يعني حدث نادر جدا من سنين، صحيح. يعني اللي شافوا هالحدث هذا عن قرب واللي سمعوا فيه واللي شافوا، يعني خلينا نقول انه نفرزهم على مراحل، يعني اللي شافوا الحدث واللي سمعوا عن الحدث واللي عم يشوفوا عبر السوشيال ميديا. يا ترى الفئات هدول يعني كيف بده يكون التأثير عليهم؟ توضحي لنا هالزاوية هاي. تماما. أغلب الناس بيفكر إنه أنا ابني كونه ما عاش الحدث بشكل مباشر فهو ما رح يتأثر فيه مثل الطفل اللي شافه بعيونه بشكل مباشر. خليني نوه على نقطة، إنه اللي بيشوف عن طريق وسيلة تواصل اللي هي السوشيال ميديا، الفيس إلى آخره من وسائل التواصل، هو عم يتأثر نفسيا تقريبا بنفس النسبة اللي شافها قدامه. والسبب إنه أنا عم شوف حالة، هي الحالة فيها أشخاص حقيقيين والحدث حقيقي وعم ينحكى فيه بالشارع. معناتها أنا أخذت شروط امتصاص المشكلة. نحن بنقول أي مشكلة في إلها شروط امتصاص. بقي يمكن إنه الزمن اللي ممكن أنا ينعرض علي كحادثة هو أطول عند الطفل اللي شاف الحادثة. طبعا ما فينا نقول إنه هن بيتأثروا بنفس الطريقة، ولكن خليني أقول إنه عم بيأثروا ببعض. يعني نحن الأطفال اللي إجوا من تحت الأنقاض ليشوفون أطفالنا بعينهم كيف هن مشردين من بيوتهم، يمكن ما عاد عندهم أب، ما عاد عندهم أم، فهن عم يمتصوا، لأنه هن من ميزات الخيال عند الطفل إنه هو بيعيش الحالة نفسها بالخيال. تماما. فنحن بدنا نكون حريصين من هذا الموضوع. هلأ فينا نحن نبعد أطفالنا عن السوشيال ميديا قد ما فينا، مو بس هلأ بطل لأنه بس الإنترنت هو الشيء ضار، بطل لأنه الموبايل هو الشيء ضار، صار في عنا سبب تاني. أيضا نحاول ما نحكي كتير. تماما. يعني ما نحكي كتير بالقصة. نحن عم نشوف فعلا في فيديوهات مؤثرة، يعني موجعة نحن عم نشوفها، نحن عم نتأثر، مع العلم إنه نحن بنعرف إنه يعني هي بعيدة، ولكن الآثار اللي ممكن تكون على هذا الطفل اللي طلع من تحت الركام إنه هو عانى. فالمعاناة الجسدية المقترنة بالمعاناة النفسية هذا حصرا لازم على الأقل نحاول نشتغل معهم على دعم نفسي، نحاول نشتغل معهم على حوار
مثل ما ذكرنا نسمع منهم هن شو وجعهم، شو حسوا، شو سمعوا، شو شافوا، حتى نخفف الامتصاص. الأطفال اللي تأثروا عن طريق ما سمعوا، هلا في أطفال ما حسوا بالهزة بوقتها، أو ما حسوا بالزلزال بوقته، ولكن صاروا يسمعوا من برا، فحسوا حالهم عاشوا نفس الحالة. تماما. فنحن نحاول قدر الإمكان نستثمره بشكل إيجابي. يعني علم طفلي يحمي نفسه. نحن في شغلات ما تعلمناها، خلينا نقول يوم من الأيام مثل ما ذكرنا بحال تكرر لا سمح الله طبعا هذا الزلزال، ولكن خلينا نقول إنه لو نحن كنا عرفانين نتصرف، كان يمكن 50% من هدول الحالات عرفوا يحموا نفسهم. تماما. خلينا ناخذ الجانب الإيجابي بإنه نحن ندرب الأطفال يعني يحموا نفسهم. ندرب الأطفال بإنه ياخدوا هذا الحدث بطريقة شوي أسهل، فعطول الآثار بتكون أخف لما بيكون في علم. يعني اليوم نحن نحاول نتطرق شو هي الأشياء اللي ممكن تجي لا سمح الله لقدام، ولكن نحاول على الأقل نحكي عنها، نوعي فيها. تماما. فهي الشيء اللي عم نقدر نشتغل عليه حاليا كاستشاريين نفسيين. الشيء اللي بنقدر نعمله انه نحن نحاول نخفف العبء عن الكبار والصغار، لانه احيانا العبء على الكبار عم بيخليهم يحكوا بهدول المواضيع قدام الصغار، والصغار عم يمتصوا حتى لو ما عاطينا ردة فعل مباشرة. تماما. طبعا الأخصائية ميسم الحصرية، يعني عندكم فكرة أو عندكم مشروع أو فكرة لتقوموا بدورات أو حملة مثلا؟ يعني عندكم شيء مشروع هلا حاليا ناويين تشتغلوا فيه على الخط هذا مثلا؟ رح يكون لأول مرة وعلى أثير إذاعتكم رح نقدم استشارات إن شاء الله تكون مجانية لأي حدا بيحس إنه طفله بمركز بيسان بالقامشلي. أي حدا بيحس إنه طفله تأثر بأي شكل من الأشكال بهي الحادثة، فالاستشارة له رح تقدم بشكل مجاني، وأيضا النصائح اللي ممكن نقدمها لأمه فقط الاتصال على أرقام المركز، ونحن أكيد بالخدمة. أكيد أنتم سباقين يعني الحالات الإنسانية والأفكار الحلوة دائما. هلأ بنحكي إنه موضوعنا دائما هي الكوارث الطبيعية، وللأسف بسوريا عشنا كوارث غير طبيعية حتى. فإنه لهالمشاريع هاي شو فيكم تقدموا استشارات ودورات تدريبية؟ يعني عندكم استعداد لهيك شيء مشاريع؟ طبعا هلأ أنا مع أي ورشات عمل تنعمل، مو بس للناس اللي بيشتغلوا بهذا المجال، أنا مع أنه ينعمل ورشات عمل تكون للأمهات، لأنه الأم ممكن تكون حالة عامة يعني وتصير معها بغض النظر عن كارثة طبيعية. نحن بنسمع بحالات انفجار أنينة غاز، بنسمع بحالات مثلا شيء مخيف صار للطفل. فأنا مع أنه ينعمل ورشات عمل تقدم للأمهات للسلامة النفسية للأطفال. تماما. هلا سؤال آخر خطر على بالي، الأجنة كمان هن باعتبارهم يعني بنسمع كثير من الأطباء النسائية والأطفال إنه هن كمان مالهم خارج هالعالم هذا. الأجنة طبعاً شو وضعهم بالنسبة للموضوع هذا؟ هلا هذا الموضوع كثير بيأثر، وهذا الموضوع جدا مهم. نحن بيقولوا لنا إنه هدول الأطفال اللي بيعيشوا مثلا بتكون الأم متوترة، بتكون الأم خايفة، أحيانا بيطلع في عندهم مشاكل عصبية. هل هذا صحيح أم لا؟ هو طبعا صحيح. ايمت لما بتكون الأم حامل بعد الشهر الثالث. أيوة. بعد الشهر الثالث نحن بنعرف انه ضربات القلب عند الام رح تأثر على أكسجة الطفل من كل بد هذا. فأكسجة الطفل لما بتقل، نحن بنقول الغيمة الأساسية اللي بينطرح تحتها أي اضطراب عصبي أو نفسي بيكون سببه نقص الأكسجة أثناء فترة الحمل. لهيك بنقول لما بتكون الأم مثلا بجو حرب، بجو خوف، بجو توتر، بجو قلق، نحاول نحن إنه ما تكون بهذا الجو، لأنه هي رح تأثر على طفلة بأكسجتها مو بإيدها. يعني الخوف هو حالة مو بالإيد، القلق هو حالة مو بالإيد. نحن بنسمع إنه بعض الحوامل بالشهر الثالث للرابع بصير عندهم ما يسمى باكتئاب ما قبل الولادة. تماما.
أو اكتئاب الحمل، أو ما بعد الولادة كمان. في عنا أيضا أنواع اكتئاب تكون هي اكتئاب ما بعد الولادة. فنحن بدنا نعرف إنه هو مو جاي عن عبث، هو جاي بما يخص ما بعد الولادة. هو إجا انفصال جسم عن جسم، الغدة متعودة تعطي كمية معينة من الهرمون والجسم فجأة قال له وقفي. هذا غالبا بصير عند الأمهات اللي بيكون عندهم ولادات قيصرية، يعني ما ولادات طبيعية. أما ما قبل الولادة اللي هي فترة الحمل، خلينا نقول إنه هي أغلبها بتكون مشاعر الخوف، مشاعر القلق، التوتر النفسي بيكون هو أحد الأسباب الرئيسية لها. تماما. ضمن سياق حديثك شوي اخصائيه ميسم حكيتي عن موضوع يعني جزء منه. هلا بدي اسال انه الاساليب النفسيه السليمه او المجديه لنستخدمها مع الاطفال اللي عاصروا هالحاله هي، هو هل يعني شو الكارثه هي، لو تحكينا عن هالمحور هذا. هلا يمكن الأغلب ما كتير يتقبل هي المداخلة، ولكن هي جدا مهمة. العناق للأطفال بهي المرحلة هو جدا 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 مهم. يعني لأنه نحن في عنا أشياء نحن الكبار صرنا نحس فيها، هو الدوار، عدم الاتزان. نعم. فنحن في عنا أشياء هي مو نابعة من الخوف، يعني مو لأنه نحن هلأ خايفين، ولكن نحن أخذنا الصدمة فيما قبل، فهرموناتنا اضطربت. فنحن بدنا نرجع الهرمون اللي مسؤول عن العاطفة إنه هو يكون بمكان صح، أو نستثمره بشكل صح. أيضا من الأساليب اللي أنا كتير بذكرها نحاول نلعب مع أطفالنا. هلا رح يعتبروا اللي عندهم أطفال عمرها 12 13 14 سنة إنه إيه أنا ابني كبير واستوعب شو صار. لا، تحكي لي أنت شو صار معك، كيف شفت، كيف حسيت. ماما عادي، ما هو بالأصل هي شيء بصير تحت طبقات الأرض، كلنا معرضين إلى آخره. أيضا الأطفال اللي بيكونوا أجنة بداية ولادة، يعني بداية ما هن ولدانين، فيني أنا أعطيهم كمية من العناق أكتر، كمية من الحضن أكتر، لأنه هن رح تكونوا خافوا. استثارتهم العصبية رح تكون جاهزة إنها تتلقى، حتى لو كانوا بداية أيامهم فهن مخزنينها يعني. تماما. بيقولوا لك أحيانا بعض العلماء إنه الطفل وهو ببطن أمه شريط يعني بيكون عم يسمع. تماما. فالأم الرايقة بتكون عم تسمع أغاني بيطلع ابنها. أكيد. واللي طبعا ما أتمنى نكون العكس تماما، أي شيء رح يتأثر فيه أكيد. أكيد. طبعا أنا أسئلتي ومحاوري اللي حابب إنه ناقشها انتهت عندي. حبيت إنه المشاركين أو المشاهدين ينضموا لنا أو يعني يشاركونا بآرائهم أو أسئلتهم. رح أذكركم إنه أنتم عم تسمعوا راديو بيار، برنامج صحتك بالدنيا. الإخصائية الاستشارية النفسية والتربوية ميسم الحصرية موجودة بالاستديو. حكينا عن موضوع مهم كتير اللي هو آثار الصدمات للأطفال عامة، سواء كانت يعني الكوارث الطبيعية مثل مؤخرا شفنا الزلزال اللي صار بالمنطقة بالشرق الأوسط والعالم كله طبعا تأثر فيه، سواء كان يعني ما نحب نخص النوع الحسقي اللي حابب ينضم لنا أكيد رح نكون مشكورين. رح أترك المايك للإخصائية ميسم لا تعقب على الشيء أو إذا ضل شيء حابة إنه تحكي أكيد. هلا أول شيء أنا بدي أتمنى من الجميع إنه ما يحاولوا يستخفوا بأي شيء توعوي بخص هذا المجال. نعم. ليش؟ لأن نحن معرضين، يعني نحن معرضين إنه يصير في عنا أشياء لقدام ممكن إنه نحن نتعلم على الأقل كيف نحافظ على السلامة النفسية لطفلنا. زائد إنه أنا كتير بحب إنه يكون فادنا إنه نحن ناخد الزوايا الإيجابية من أي شيء سلبي صار معنا. يعني نحن كل ما لنا عم نكتشف إنه نحن أقوياء. تماما. نحن قادرين. إنه نحن في عنا شيء اسمه العزل النفسي،
نحاول نستخدم أساليب العزل النفسي وخاصة على أطفالنا، نمهد لهم شو ممكن نتعرض، نمهد لهم على الأقل خلينا نقول إذا ما نحن بدنا نعمل توقعات، رؤوس أقلام عن الشيء اللي ممكن يصير معنا. نعلمهم كيف إن يحموا نفسهم نفسيا، جسديا، عصبيا من أي شيء ممكن يصير معنا. زائد إنه عطول بقول إنه استغلوا كل لحظة لتعلموا فيها طفلكم كيف يحافظ على نفسه بكل المجالات، كيف يكون قادر إنه هو يخلق هذا هاي يعني خلينا نقول يخلق هذا الشيء الإيجابي اللي هو موجود فيه، خلي عقله الباطن يخزن كمية كبيرة من الشيء الحلو، الذكريات الحلوة، لأن احنا بنعرف وعطول بنحكي فيها كتير أحيانا إنه الألم بينخلق منه كتير أمل كبير، كتير أمل كبير. لما أنا بشوف أمي اليوم عم تعطيني قوة، لما بشوف أبي اليوم عم يعطيني إصرار على الحياة، لما بشوف إنه الأشخاص اللي قدامي هن أشخاص إيجابيين، باللا شعور قد ما كان حجم الكارثة كبير رح أعرف ابتسم. فعلموا أطفالكم الابتسامة، هذا أهم شيء. أكيد في شباك عم يجي منه ضوء، أكيد يعني أكيد. ألف شكر لكم الأخصائية والاستشارية النفسية التربوية ميسم الحصرية على اللقاء الحلو والمعلومات القيمة. شكرا كتير لك، لقاءاتكم عطول غنية. تسلمي يا رب، شكرا لكم. بشكر زملائي بالكنترول والبث المباشر شيرين ومروان، كنت معكم أنا عماد خلف من وراء الميكروفون، على أمل نلقاكم الأسبوع القادم ضيف جديد وحلقة جديدة. ضلوا بخير وسلامة.